فرنسا ستبقى في مخيال الإنسانية ملطخة بجرائمها في الجزائر التي لن تمحها السنون مهما بلغ الكيد لطمس وتزييف الحقائق. متحف الإنسان بباريس وحده يختزل مشهد 132 سنة من الإبادة. هذه الجماجم بقدر ما تذكرنا بأصحابها الأبطال هي كذلك شواهد عن أول سد أمام الاستعمار الفرنسي. العشرات من المقاومات الشعبية التي قوبلت بالتقتيل والتنكيل وراح ضحيتها مئات الآلاف من الجزائريين. وإن هان الأمر فتشريد وتجويع وتجهيل وطمس للهوية ونفي مر إلى أقاصي الأرض. كانت هذه سياسة فرنسا الاستعمارية، وحتى الترغيب فيها كان جريمة تهدف لتحوير الأمة وشراء الذمة. لكن هيهات، فكل أجيال الجزائر أنجبت رجالا قاوموا بكل الطرق، ولو أن الترهيب بلغ أقصى المدى، تعذيب وتقتيل فردي وجماعي. ولعل أبرز محطاته مجازر 8 ماي التي أبيد فيها 45,000 جزائري. ستظل الأرض شاهدة عليها مثل ما يشهد نهر السان بباريس على الجرائم ضد الجزائريين بعد خروجهم في مظاهرات سلمية مطالبة بالحرية في 17 أكتوبر 1961، ناهيك عن أحداث 11 ديسمبر 1960 وغيرها. ما هذا إلا غيظ من فيض إذا ما عدنا إلى حصيلة الإبادة الفرنسية التي يعتقد أن تصل إلى 9 ملايين شهيد طيلة الحقبة الاستعمارية. ليسوا وحدهم ضحية الاستعمار الفرنسي، فحتى الأرض نهبت خيراتها وأبيدت الحياة في بعض أركانها كرجان وإنيكر بالتجارب النووية. ولأن الحق ينتصر مهما طال الزمن، جاء 5 جويليا 1962 ليطوي صفحة الاستعمار لا سجل الذاكرة الحافل ببطولات التحرر التي لم يكن وراءها إلا التمسك بالوطن الجزائر والتشبث بأمة مكتملة الأركان وضاربة في عمق التاريخ. هناك 1000 قضية وقضية تسجل على فرنسا الاستعمارية على مر الأزمنة. تلك الدولة عرفت ولا زالت تعرف انحرافا وانجرافا فاضحا عن المبادئ التي كثيرا ما تغنت بها. نحن اليوم أمام قضية من صنف آخر، أمام قضية أقدم أسير جزائري، أسير الاستبداد العريق لما يقارب القرنين من الزمن في المنفى. ذلك الأسير ليس شيئا، إنه قطعة أثرية يعود ميلادها وصنعها إلى سنة 42,500 في دار النحاس بالمحروسة بأوامر من حسن باشا ابن خير الدين بربروس. قطعة من المدفعية فريدة من نوعها، فخمة وضخمة، كانت إعصارا وحمما من نار على السفن الغازية لما يقارب 4 قرون من الزمن. بعد احتلال الجزائر وقع المدفع في الأسر وحول إلى مدينة بريست بفرنسا كغنيمة حرب وهدية للملك الفرنسي، ويثبت على حامل جرانيت وهو معروض داخل منطقة عسكرية كشاهد على عقدتها التاريخية. وسموه بالمدفع القنصلي بعد حادثة قذف الطاقم الدبلوماسي الفرنسي بالجزائر سنة 88 600 وألف. هنالك في منفاه يقف منتصبا يتابع مجريات الحياة متشبثا بأمل العودة إلى الوطن، وستأتي تلك اللحظة لا محالة. يقولون بأن للمنفي غصة، ولكن الغصة هنا ليست في باب مرزوق بل في حلق فرنسا الاستعمارية التي تحاول عبثا وككل مرة الوقوف ضدنا بعد أن قتلت وشردت وسرقت التراث وأحرقت البشر قبل الشجر. فرنسا التي لا زالت تبكي مليوني أسير عند الألمان في الحرب العالمية الثانية تخفي عمدا وكبرا قصة أسير لأكثر من 190 عاما. أسير هو أشجع من كل أسراها، فهو محارب بشرف الأبطال، أسير في متاهة الأحقاد القديمة المعبقة بروائح البارود والموت والهزائم وأشلاء السفن والغزاة، أسير صامت بل أسطورة تضاهي أسطورة ساموراي اليابان.